لا تتكون من كل من الأب وأبنائه الخمسة، وكذلك عنصرين من أبناء الوالد. إذا نترحموا على كل الضحايا، ونتمنى إن شاء الله الإخوة المواطنين ما يكونوش ضحية مثل هذه الحوادث باستعمال المضخات الحرارية اللي تشتغل بالمازوت أو البنزين في الأماكن المغلقة أو نصف المغلقة، لأنه التركيز تاع غاز أحادي أكسيد الكربون قد ما يزيد الخطر 10% تقتل فور النزول إلى مثل هذه الأماكن. الأعمار تتراوح؟ بالنسبة لأعمار الضحايا تتراوح بين 23 و 56 سنة. كل الضحايا الشباب أعمارهم 23 و 40 سنة، الوالد 56 سنة.